ضربة قاصمة لأسود الأطلس قبل المونديال. تلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة قبل أيام من مونديال 2026 بعدما تحولت المباراة الودية الأخيرة أمام النرويج من اختبار فني مهم إلى مصدر قلق كبير للجهاز الفني والجماهير، وذلك إثر إصابة اثنين من أبرز عناصر الفريق هما عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي. وكان الزلزولي من أفضل لاعبي أسود الأطلس خلال مواجهة النرويج، وساهم في صناعة هدف التقدم الذي سجله إبراهيم دياز قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة في الركبة أثارت مخاوف كبيرة بشأن مشاركته في البطولة العالمية. وبحسب تقارير إعلامية مغربية وإسبانية، أظهرت الفحوصات الأولية تعرض جناح ريال بيتيس لالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، فيما تتراوح فترة غيابه المتوقعة بين أسبوعين وأربعة أسابيع، الأمر الذي يهدد بشكل جدي مشاركته في دور المجموعات وربما في البطولة بأكملها إذا أكدت الفحوصات النهائية خطورة الإصابة. وجاءت الإصابة خلال الشوط الأول من المباراة الودية أمام النرويج، حيث سقط الزلزولي متألما بعد احتكاك قوي داخل منطقة الجزاء. ورغم محاولته استكمال اللقاء عقب تلقي العلاج، فإن الآلام أجبرت المدرب محمد وهبي على استبداله بين الشوطين تفاديا لتفاقم الإصابة. ولم تتوقف متاعب المنتخب المغربي عند الزلزولي، إذ اضطر الظهير الأيسر نصير مزراوي إلى مغادرة الملعب مبكرا بسبب إصابة في الكتف، ما زاد من حجم القلق داخل المعسكر المغربي قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل في افتتاح مشوار المجموعة الثالثة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن إصابة مزراوي قد تكون أقل خطورة، لكن الجهاز الطبي ما زال ينتظر نتائج الفحوصات النهائية لحسم موقفه. وتكتسب إصابة الزلزولي أهمية خاصة نظرا للدور المحوري الذي لعبه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، إذ يعد أحد أبرز الأوراق الهجومية القادرة على صناعة الفارق بفضل سرعته ومهاراته الفردية وقدرته على اختراق الدفاعات، وهو ما جعل غيابه المحتمل يمثل خسارة فنية كبيرة لمنتخب كان يطمح لتكرار إنجاز مونديال 2022. وبات محمد وهبي أمام سباق مع الزمن لإعادة ترتيب أوراقه الفنية في انتظار التقرير الطبي النهائي الذي سيحدد مصير الزلزولي، وسط إمكانية اللجوء إلى استبداله بلاعب من القائمة الاحتياطية إذا تأكد غيابه لفترة طويلة، وذلك وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم بمواجهة نارية أمام منتخب البرازيل، قبل أن يلتقي اسكتلندا ثم هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في اختبار صعب لطموحات أسود الأطلس الساعين إلى كتابة فصل جديد من تاريخهم المونديالي.